بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من بودكاست فليفرحوا. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. بعض المشاكل الأسرية بتبقى كبيرة جدا وبتحصل في البيوت، وللأسف ممكن يتسبب في طلاق بسبب اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، وهو عدم رضا الزوجة عن حياتها مع زوجها، عيشتها، زوجها نفسه اصلا مش عاجبها، الامور الماديه، البيت شكله اساسه، وعلى طول متطلعه وعينها على اللي عند غيرها، ودايما تفضل تقطم فيه زي ما احنا بنقول كده، وتقارن حياتها بحياه الاخرين. شايف جارنا اللي فوق لسه شاري انتريه جديد، لسه طالع، انا لسه شايفاه حالا تحفه، انت بقى ما بتجيبلناش ليه؟ ده الانتريه اتكسر. شايف اخوك راح صيف فين السنه دي مع مراته واولاده؟ طب شايف جوز اختي عمل ايه مع اختي؟ وتفضل حياتها كلها قائمه على المقارنات وعدم الرضا بحياتها وجوزها. طبعا ده بيعمل حاجه من الاتنين، يا اما بيخلي الزوج ينفر من قعدتها، ما بيحبش يقعد معاها خالص، لانه عارف انه لو قعد معاها هيفضل يسمع تقطيم وطلبات ومقارنات، يا اما هيخليه يحس بشعور بالنقص شويه، لان الرجاله بيتضايقوا جدا ان هم يحسوا انه مش قادرين على المسؤوليه اللي وكلت ليهم، فده بيضايقوا نفسيا جدا. وفي كلتا الحالتين بتحصل مشاكل، وللاسف ممكن توصل للطلاق. عشان نحل المشكله دي، عدم رضا الزوجه عن حياتها مع زوجها، تتحل ازاي؟ ايه اسبابها؟ الزوج يتصرف معاها ازاي؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا استاذه اشجان يحيى، خبيره العلاقات الاسريه والزوجيه. اهلا بيكي يا استاذه اشجان. اهلا بيكي يا ندى، تسلمي. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم عن الزوجه المتطلعه الحداقه، او اللي دايما عينها على اللي في ايد غيرها. مين هي الزوجه الحداقه اصلا؟ الزوجة الحداقة يمكن الكلمة تقيلة شوية، ولكن هي ذكرت ضمن النساء اللي سيدنا عمر بن الخطاب قال عليهم 6 أصناف من النساء، يعني ابتعد عنهم أو بلاش تقرب منهم. ويمكن ده جاي لنا من باب التوعية، ان خلي بالنا احنا كنساء لا ننكر ان الصفات دي في كتير منها، لان هو قال في منها الزنانة اللي بتزن كتير، ومن ضمنها موضوع الحداقة او اللي بتمن كتير، بتمن على زوجها. فالحداقة دي المقصود بيها ان دايما هي بتحدق كده في امور الاخرين. ففكرة هي واضحة وصريحة، دايما لا تمدن عينك لما متعنا به ازواجا غير. فهي الآية واضحة وصريحة، والصفات كلها يعني كل صفة سيدنا عمر قالها لل6 أصناف من النساء، كل حاجة لو هنيجي نلاقيها ليها مرجعية. ولكن احنا كنساء فينا للأسف بعض الصفات دي نتيجة بقى طبيعتنا، ربنا خلقنا كده. ففكرة ان انا حته الحداقه يعني على طول ببحلق في حاجات الاخرين، مش فكره انها بتبص وبس، لان كل النساء بتبص، كلنا بنبص، يعني انت بتلفت نظرنا الحاجه الجميله. ايوه، انت لابسه طقم جديد فانا هبص لك. ففكره انها يا جماعه ما نبصش، يعني هو ما نبصش، لا، في فرق كبير جدا. حتى فكره الصفات الثانيه اللي هي بقى الزنانه، يعني انا ما اطلبش من جوزي حاجه، الزن هنا مختلف، اللفظ بتاع الزنانه اللي بتزن. فكره الحداقه اللي ما بتبصش وبس، لا، ده انا ببص وبتمنى وبعمل ردود افعال وبسأل في التفاصيل، ان انا بتدخل في الاخرين، وان انا ببدا اكره ان ده عندهم وده مش عندي، فزوال النعم. فبالتالي هي صفه تقيله جدا جدا. متعبة. المشكله ان البعض فيها وهو مش حاسس. بعض النساء، يعني بعض الشخصيات هتلاقيها عندك وعندي وعندنا كلنا، ممكن غصب عنها بتنجرف في هذا الامر. وده ناتج من ايه؟ ناتج من المجتمع، وناتج من التربيه، وناتج من الوسط المحيط، وناتج من اهم نقطه هو عدم الرضا. يعني فكره زي ما انت بتقولي كده، يعني واحده مثلا كانت مكلماني من كام يوم، هي متجوزه بقالها 13 سنه، وهي زعلانه ان جوزها مش الشكل اللي كانت بترضاه. طب انت بتتكلمي بعد 13 سنه، هو انت شكلك نفس الشكل من 13 سنه؟ يعني انت خدتي لي وهو مش عاجبك شكله. طب بالظبط كده، ايه اللي خلاكي توافقي؟ انت مش حاسه عشان بقبول صفاته كلها مش هلاقيها في حد تاني. هو ملتزم وطيب واخلاق وكريم وماديا كويس ووسط اجتماعي وطبيب، فهو عامل الكوكتيل الرائع اللي اي حد. فبالتالي 13 سنه، فبالتالي انت زعلانه ليه؟ يعني انا ما كنتش احب زوجي يبقى بالسمار ده، ولا بالصلعه دي، ولا بالرفع ده، ولا
فعددت، فقلت لها طب مميزاتي ايه؟ قعدت تقول طب هو انت شكلك ايه؟ انا معاهم 4 اطفال. ففكره ان انا من البدايه انا اخد، عشان كده لما تيجي بنت وتقول قعدت مره واثنين وعشرة ومفيش قبول للشكل، اقول لها ما تكمليش، لان لازم يبقى في عينك ان ده احسن راجل في الدنيا واجمل واحد، مش اجمل من اللي تقدموا لي، لا ده اجمل راجل في الدنيا كلها. بدايه ان احنا بنشوف ناس بتبقى سمراء جدا واخده حد ابيض جدا واحده بيضه جدا، فهي هل ده مقاييس بعينك انت شايفه ده اخد دي ازاي او العكس؟ فهو شايفها احسن ست في الدنيا. فهل هو كده مقلل من نظره؟ لا، هو الرضا اولا، مش بنقول لواحد خد اي حاجه وخلاص، ولا كل واحده خدي اي حاجه وخلاص، ولكن الاكتمال الامر ان انا ابقى شايف ان احنا ده بالنسبه لي راضيني شكلا وموضوعا وصفاتا وروحا وخلقا وكل حاجه. فانا لما بتجيلي الصفه دي، اول حاجه فيها هي عدم الرضا عن نفسي وعدم الرضا عن الاخر، لان هي دي نقطه مهمه جدا. في ناس بتبقى راضيه عن نفسها زياده، اللي هي مستكتره، يعني انا كتير عليكم يا جماعه والله، يعني انا كتير جمالا وادبا واخلاقا والتزاما وصفاتا ومركزا فانا كتير مش اي حد ياخدني، فبالتالي وحد تاني يحس، فهي اللي شايف نفسه كتير قوي على الناس، فدايما باصص بنظره استقلال لاي حاجه جايه له، لا ده قليل عليا. طيب. وفي ناس تانية العكس، انا شايفه نفسي قليله فعشان كده خدت الشخص ده. طب احنا هنرجع بقى اللي شايف نفسه قليل على الكوكب كله، ما يعني ما جاش غيره في الدنيا. هرجع لك مره اخرى، ولكن خلينا نروح لفضيله الدكتور والشيخ محمد الناهي، استاذ الشريعه الاسلاميه في جامعه المعادي. سلام عليكم فضيله الدكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بحضرتك. حياكم الله ومساكم واسعدكم وتولاكم. اهلا وسهلا فضيله الشيخ. خلينا نتكلم مع حضرتك في البدايه في تفسير الايه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا الى اخر الايه. خلينا نفسر الايه دي وما المقصود بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الامين. لو تمعنا في الايه لوجدنا فيها عجبا عجابا، يعني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها ورزق ربك خير وأبقى. يعني نحن لما ننظر إلى ما في أيدي الناس قد ربما يعترينا المقارنة بيننا وبين أنفسنا وبين الآخرين، فلذلك لا نرضى كما تكلمت الأستاذة، لا نرضى عن قضاء الله وقدره. قد ربما نسخط، وقد ربما ندخل في أمور شركية بأننا غير راضين بقضاء الله وقسمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما أنا أنظر إلى ما في أيدي الناس، نظرتي إليهم من أجل ماذا؟ يقولون في أمور الدين انظر إلى من هو أعلى منك مرتبة، من أجل أن تجتهد، من أجل أن تبادر، من أجل أن لا يصيبك العجز والكسل. وفي أمور الدين الدنيا قال انظر إلى من هو أقل منك مرتبة حتى لا تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى. فأنا لما أنظر إلى ما في أيدي الناس قد ربما أتسخط، قد ربما أجلب لنفسي الهم والغم والأحزان والكروب وإلى غير ذلك، أسلك طريقا غير سليما، سألجأ من أجل أني أحقق رغبة الدنيوية كي أصبح مثل فلان، لديه بيت، لديه سيارة، لديه إلى غير ذلك. فقد ربما أسلك طريقا معوجا بسبب هذا، أنني أمديت عيني إلى ما متع الله سبحانه وتعالى به هؤلاء من نعم. فالمنعم هو الله سبحانه وتعالى، ويجب علي أن أشكر الله سبحانه وتعالى على الموجود وأسأله المفقود. فإني عندما أشكر الله سبحانه وتعالى أرغمت أنف الشيطان، لأن الشيطان حريص كل الحرص ألا يجعلوا من عباد الله سبحانه وتعالى شاكرين، ولذلك قال وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو الشيطان. لذلك هذه الزوجة أو هذا الزوج الذي يمد عينه إلى غيره كأنه لا يرضى، كأنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم الموجودة. فنعمة الإسلام هي الأساس، والمحافظة عليها هي الأساس، لأن هذه النعمة العظيمة نعمة الدين. طيب دكتور، بعد إذن حضرتك، يعني حضرتك أشرت للزوجة وأشرت للزوج الاثنين في حالة
عدم رضاهم عن بعض. يعني الزوج، يعني يمكن احنا حلقتنا النهارده عن الزوج اللي غير راضيه عن حياتها مع زوجها، وكذلك برضو الزوج اوقات كتير بيبقى غير راضي. خلينا نضرب بعض الامثله من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه وتأديبه للصحابه الكرام وزوجات الصحابه بموضوع الرضا، ان هم يكونوا راضيين عن حياتهم علشان الازواج والزوجات الغير راضيين يشوفوا قدوة حسنة ليهم. نعم، النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة لمن كان يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، لمن كان يرجو الآخرة، أن يجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم له أسوة في تعامله مع زوجاته. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى الشيء المادي لم يجد يظل الشهر والشهرين لا يشعل في بيته النار ولا يعتري الدخان منه. فقالوا ما طعامكم؟ قالوا أسودين، التمر والماء. في الحياة الزوجية ليس النظر إلى الماديات، المشكلة أننا إذا نظرنا إلى الماديات سقطنا على أنفسنا، وعدم الرضا يؤدي لذلك. عندما أنظر يؤدي للمقارنة. أنا لما أنظر إلى أموال الناس، إلى ما عند الناس، أقارن بينهم وبيني فأسقط. تمام، سقطي في أمور الدنيا ما أفسدين. فلذلك انظروا في قضية الصحابة رضوان الله عليهم كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه، أثر الحصير في جنبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قيصر وكسرى بين الديباج والحرير وأنت في هذا؟ قال يا عمر أترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ مواقف أيضا مع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه عندما ألف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطي المؤلفة في قلوبهم والذين كانوا يدخلون في دين الله الإسلام سيعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر. ومع ذلك الصحابة والأنصار رضي الله عليهم حدث بأنفسهم قال أترضون أن يعود الناس بالدينار والدرهم وهذه الغنائم وتعودون برسول الله؟ أيوة. انظر هذا صلى الله عليه وسلم النظر. هل هذه الأشياء ما هو الشيء الذي نأخذه معنا إلى الآخرة؟ هل سنأخذ أموالنا؟ والله لو كان أغنياء الرجل قد ربما يتصدق عليه بكفن، يتصدق رجل ثري غني ومع ذلك في نهاية حياته يتصدق عليه بقطعة قماش. لذلك هذه الأموال هذا الذي يعني نهتم من أجلها. والله بيتي ليس طيب، وبيتي ليس مثل بيت فلان، وسيارتي ليست مثل سيارة فلان، ومالنا ليس مثل مال فلان، وولدي ليس ذكيا كفلان. ما نكون للمقارنة بتوصل المقارنة حتى كمان ما بين الأولاد وما بين قدراتهم الدراسية والعقلية حتى كمان الجسمانية. أخيرا يا دكتور قبل ما أختم مع حضرتك عايزة أشير لنقطة في كلامنا مع حضرتك، وهي صفة عدم الرضا. المفروض ان عدم الرضا ده يعني بيخلي البيت دائما فيه مشاكل وفيه عدم قرب وعدم ألفة وسكن ما بين الزوجين بسبب كثرة مشاكل الزوجة وكثرة طلباتها وكثرة زنها. طيب خلينا نشوف الطبع ده بيعمل ايه في الحياة وبيعمل ايه في الزوجة من الجانب الشرعي. يعني هل ورد في بعض الآيات، ورد في بعض الأحاديث عاقبة عدم الرضا بالحياة؟ عاقبة عدم الرضا بالحياة الدنيا لها آثار غير محمودة، وخاصة بالجانب الزوجين. يعني وهذا نقص في قضية الضعف الديني، لأن الضعف الديني والوازع الديني هو الأساس في هذه الحياة الدنيا. إن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك من خلقة وخلق. نعم، لأنه بعض الأخلاق هناك تكون مشكلتنا في نقص الأخلاق. في قدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله سبحانه وتعالى حث على الأخلاق، ومن هذه الأخلاق هو الرضا. أننا أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أرضى بصوتي بصورتي، أرضى بزوجي بأولادي، أرضى بفطرتي، أرضى ببيتي. فإذا رضيت
بما أنا فيه مع شكر الله سبحانه وتعالى أنني في صحة وعافية. أنا بعض الأحيان ونعوذ بالله لما تزور بعض البيوت يعني تجد الفلان وتجد، لكن لما تدخل في العميق وتدخل في قلوبهم وفي بيوتهم تجد المشاكل، تجد السخط، تجد عدم الرضا، رغم أنهم في سعة من أموال الدنيا. ليش؟ لأن هناك نقص في قضية الجانب الديني، فنحن منسوب الدين لابد أن يرتفع عندنا، فإذا ارتفع منسوب الدين عندنا أصبحنا نرضى ولا تهمنا الدنيا، فتكون الدنيا بأيدينا لا بقلوبنا. فهذه مشكلة، عندما تكون الدنيا بقلوبنا لن نرضى بقضاء الله ولا نرضى يعني بأموال الدنيا بأسرها. ولذلك ابن آدم يتمنى كان له باديا من ذهب يتمنى الثاني، يتمنى الثالث، لما يتمنى الثالث إلى غير ذلك. لكن لما تكون الدنيا بأيدينا لا نبالي. ولذلك يا ابن آدم أنفق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بلال وهو أشد الناس فاقة ومن أهل الصلاة بلال أنفق، ينفق الله ماذا ينفق بلال؟ بالضبط. ما تملك، يعلم أن الدنيا، يخبره النبي أن الدنيا لا تساوي شيء. هذه هي حقيقة الدنيا، أنها تكون بيدك لا بقلبك. بالضبط. ربنا يجعل الدنيا في إيدينا وليس في قلوبنا. نعم، لابد أن نخرج الدنيا من قلوبنا إلى أيدينا، حتى الله سبحانه إذا نظر إلى القلب وجد الله سبحانه وتعالى في القلب. نزعنا ما في القلب من حب الدنيا، من حب الشهرة، من حب المال، من حب الجاه، من حب إلى غير ذلك من هذه الأشياء. بالضبط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب النظرة إلى الآخرة وليس أصحاب النظرة إلى الدنيا، ويجعل الدنيا في أيدينا كما حضرتك قلت ولا يجعلها في قلوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى عندما ينظر لقلوبنا ينظر إليها ويرى أنه هو فقط الله سبحانه وتعالى الموجود في قلوبنا. بشكر حضرتك جزيل الشكر فضيلة الدكتور والشيخ محمد الناهي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة المعالي. وعودة مرة أخرى أستاذة أشجان، جزاك الله خيرا. طيب احنا شفنا إيه المقصود بالزوجة الحداقة، وخلينا نشوف بقى إيه الأسباب اللي بتخلي الزوجة تنظر للي في ايد غيرها، تقارن حياتها دايما بحياة الآخرين سواء كانوا مقربين منها أو حتى في إطار الجيرة والصداقة والزمالة. هي أول حاجة موضوع الفهم. يعني الناس هتستغرب يعني إيه؟ يعني كلمة إنها تفهم سبب وجودنا في الدنيا، تفهم الغاية من الزواج، تفهم معنى الرضا. فالفهم هو هيفرق كتير جدا في حياة كل ست، إن أنا أبقى فاهمة دوري في الحياة كلها عموما، ودوري مع زوجي ودوري مع أولادي. يمكن الناس هتقول التربية بتيجي بعد الفهم. يعني هي طبعا موضوع ممكن احنا نقول التربية أول حاجة وكل شيء، بس هي انت كبرتي وفهمتي ووعيتي، فدورنا ان احنا دايما نشوف هو ايه الغاية من الحياة كلها، الأساس زي ما الدكتور تفضل، فكرة ان الدنيا في ايدينا تبقى في ايدينا مش في قلوبنا، فتفهمي الغاية من كل حاجة. فبالتالي هتستصغري حاجات كتير جدا. هبقى مستصغرة ان انا شقتي صغيرة وان جارتي شقتها كبيرة. فكرة الرضا مهمة، بس لما هفهم كل حاجة فبالتالي هسقطها صحيح، عشان ما يبقاش في تعارض. لان دايما نقعد نقول ارضوا ارضوا ارضوا، طب ما هو الرضا يتعارض كده مع الطموح. يعني انا شقتي صغيرة نفسها تكبر، يعني انا لما اقول لزوجي نفسنا شقتنا تكبر يبقى انا كده زوجة مش راضية؟ لا، في طموح. وطبعا ده لو يوم القيامة قام وفي يد احدكم فسيله فليغرسها ويزرعها. فهي فكره ان انا دلوقتي هزرعها يوم القيامه، طب انا ادعي اصلي ركعتين، طب حاجه، لا ده عمل اهو. فبالتالي فكره الطموح موجوده موجوده. فما ينفعش ان انا اقول ان اول حاجه تبقى التربيه، ان احنا لا، اول حاجه ان انت تفهمي دورك في الحياه، وده المفروض للراجل والست. بس الست مهم لان احنا ادوارنا اكتر، لان في ناس بتفضل او في ستات تحس هو انا ليه اللي عليا كل حاجه، هو انا ليه الست اللي لازم اطبخ واكنس وامسح هو يعني ايه هو قوامه، هو يعني ايه. تبداي تدخل نفسك في قضايا كبرى، وتبداي بقى تعرضي حاجات ربنا عز وجل اطر محطوطه لنا في الاسلام لراحتنا، واساسها ان انت تعززي وتكوني ملكه، وانت عماله تدوري ايه التعب والشقه بايدك اللي يقلق راحتك. ففكره اول حاجه الفهم. تاني حاجه موضوع التربيه، ان انا لما هربي صح، فالتربيه مش بس تربيه على المفاهيم، التربيه بالشبع. يعني ايه التربيه بالشبع؟ يعني فكره ان انا اشبع ابنائي، ده اللي بين قوسين عينه شبعانه، عينه شبعانه.
عينه شبعانه في كل حاجه، لان مش العين بس، العين والمشاعر. يعني ايه؟ يعني انا لما اربي عيالي التربيه بالشبع، يعني بين قوسين كبير كده عشان الناس تبقى مركزه، موضوع التربيه بالشبع يعني انا عيالي هما صغيرين انا بشبعهم لعب كويس، وبشبعهم حنان كويس، وبشبعهم اكل كويس برضو على قد ما اقدر. مش معنى كده ان انا لو مش قادره اجيب تفاح والغلا بقى والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، ففكره انا مش عارفه اجيب تفاح، مش عارفين نجيب لحمه، مش عارفين، ولكن انا بفهمه معنى الشبع. ان احنا دلوقتي احنا جعانين فده اتحط فاحنا اكلنا، بنحمد ربنا ان ربنا رزقنا وغيرنا معهوش، وان عادي ده الطعم الاطعم بتختلف، ولكن فكره الجوع والشبع واحده، احنا بنجوع وبنشبع، ده بيتحقق بكل الاكل، بيتحقق باي اكل، ولكن انا نفسي ادوق ده وبجتهد انا كأم وحسب كل واحد ومستواه. ففكره الشبع من الحياه الماديات ان انا بلعب وبفهم وبلعب معاهم، والشبع من الحنان. فلما بتشبعي الجانبين دول، الروحي والمعنوي والجسدي وفكره ان انا بشبع العين المليانه دي، فبالتالي لما بيكبروا ما بتبقاش عايزه تتجوز عشان ما لقتش حنان من ابوها، فبالتالي هي على طول طالبه من جوزها فكره ان هو يديني حنان، هو ما بيحتوينيش، انا اخداه، وهو يكون زوج مش متفاهم النقطه دي فيضغط عليها فيخاصمها. يعني واحده تقول لي انا قلت له ان انا محتاجه حد يحتويني، محتاجه طبطبه، عمر والدي ما ضمني طوال 23 سنه، فكل خناقه بينهم ياخد بعضه وينام على الكنبه، وكل ما تقرب منه يبعد، فهو بالتالي كده بيهذبها وبيربيها وبيضغط عليها باحتياجها بالظبط. فبالتالي ايوه، فاحنا لما نشبع واحنا صغيرين، فبالتالي انا لما هكبر بالتالي الزوج جاب زي ما جابش، سلفتي جابت، حماتي ودت، احنا طلعنا، احنا نزلنا، فده بيجي فهم موضوع التربيه بالشبع. موضوع ان احنا كمان ان انا دايما باسس الاسس الصحيحه، ان انا كزوجه لما ببقى ببص فكره ان انا زي ما بنقول موضوع الطموح، ولكن انا ابقى فاهمه كويس جدا هو احتياجي ده ملح ولا ثانوي. فكره ان انا الحاجات اللي بتنغص علينا، الناس اللي بتبص، وفي نماذج زي ما بقول لك هتلاقيها عندك وعندي وعند كل الدنيا، الناس اللي بتفضل مش مريحه نفسها. شفتي جابوا عربيه عامله ازاي، شفتي معاهم قد ايه، شفتي ابنها بقى عامل ازاي، شفتي ده حتى بيحسدوا في الحاجات العاديه. وتلاقي دلوقتي الحسد بقى بشكل كبير جدا، والناس زمان ما كانتش بتبقى خايفه قوي كده، الناس دلوقتي بقت تستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لا كله بيحسد كله دلوقتي، كله خايف من كله خايف من كله، وكله معلق شماعه الحسد دي ان هي بيحصل لها كل حاجه. الحسد موجود وانتشر بكثره لا ننكرها، يعني فعلا الناس بقت بتحسد لان بقى الاحتياج لابسط الامور مش موجود. بالتالي ده انا بحسد اللي النور ما اتقطعش عنده، ده انا بحسد اللي عيالها مدخلاهم مدارس كويسه، ده انا وغصب عنها. وتلاقي وبقت كافه المستويات يا جماعه، بقت القليله والكبيره. غير ان فكره المبالغه، عشان المبالغه على السوشيال. يعني انا لسه طالع امبارح من كام يوم، امبارح او اوله فيديو لواحده صاحبه براند كبيره، وطريقه عرض اللي هو كان يعني بيشتغل معاها وقرر يتزوجها. لا تتخيلي يا نادي، يعني لو اي بنوته كده، ودي بتتكلمي واحده مصريه وعاديه وهي من مستوى عادي جدا، لا هي مستوى عالي ولكنها عاديه مصريه والناس بتتابعها، ففكره انها ده خدني وفرش الورد واجر ايه وحط ايه وجاب ايه وركع وخاتم، يعني ايه يا جماعه؟ فالمبالغه في الكلام ده. فانا بقى بنوت عاديه جاي لي ابن طنط احسان فين بقى الورد الكبير؟ فين اللي مش طالع برضه تديني اللقطه دي؟ علبه جاتوه فيها 6 قطع بس، ده جايب تورتايه ما اعرفش ايه. فبالتالي انا رفعت سقف توقعاتي في كل حاجه ونزلت بقى على فشوش زي ما بيقولوا. أيوة. فده احبطني. فانت لما تلاقي كده، لما تلاقي واحد طالع بيمجد زوجته بيت اشعار، وانت اللي شفت وعشت ولفيت وعملت، وهي اخرها تبعت لجوزها وحشتني، يقول لها اكيد عايزه حاجه، ما جبتش طلبات البيت. فبالتالي السوشيال بقت عامل مهم في هدم البيوت جداً، وهدم الامور جدا وتخلي النساء تبص بزياده، وزي ما الرجاله بتبص. اصلا يا استاذه اشجان دلوقتي السوشيال ميديا والريلز اللي نازله دلوقتي كلها دي بتنظف بيتها عامل ازاي. ايوه. اشترت ايه في ستات بتبقى حاسه ايه ده، انا بيتي مش نظيف كده ليه؟ أيوة. انا عفشي وحش ليه كده؟ ممكن تكون كانت راضيه وحلوه، لكن لما بتشوف تكرار الفيديوهات المنتشره دي يعني والفضول بطريقه كبيره جدا، عندنا فضول، الناس بتفتح دواليبها تتفرج. أيوة. انا مطبقه ازاي البطه والوزه، وحتى كمان ده كمان اصبح سيء جدا على فكره يا بنات. اللي بيطبق بطه ووزه لو سمحتوا ما عادش يعمل خالص. يعني الفوط يقعدوا يبرموا الفوطه بقى شكل بطه كده ومقابله البطه. ايه يا جماعه في ايه يا جماعه في ايه؟ المشكله لما هنشدها من الدولاب طب هنرجعها خلاص. لا ده احنا البطه وهنطبخ عليها. طب قولي لي بقى، احنا دلوقتي
شفنا الصفات دي كلها وصعب حد يتحملها باستمرار لو صح. هي مش بتقوم. انا كعريس دلوقتي بسرعه اكتشف الموضوع ده ازاي من البدايه، علشان انا مش هقدر استمر مع حد بالصفه دي. ده مهم جدا. لو الصفه دي موجوده في شريكه حياه، لسه احنا في مقتبل العمر، بيبان من الطلبات الماديه، بيبان من اسلوب التهميش من اي حاجه انا بعملها، بيبان من نظرتها للاخرين. فلو الثلاثه دول اتجمعوا عند حضرتك كده وانت مع بنوته، اول حاجه مش هقولك سيبها على طول، ولكن اتناقش معاها. المناقشه والحوار لاي مشكله في الدنيا هي بتبين اللي قدامك بيفكر ازاي وطريقه تصرفه وطريقه تفكيره. فانت والله يعني احنا الحمد لله انا راضي ماشي، بس انت يعني اشمعنى اخواتك كلهم عندهم كذا وانت ما عندكش؟ ماشي، هي بسط في او بعض انا عايزه جهازي زي جهاز فلانه صاحبتي، او هي بص خلي كده على بالك بنت خالتي تعالى ما اوريك شقتها، عايزين نعمل حاجه كده. في امور هنا ده مجتمعيه وعادات وتقاليد للاسف هي مفروضه على الناس وهم خانقين نفسهم بيها ومش راضيين يطلعوا منها. فكره المقارنه بالاخرين، الاخرين اللي هم العيله، فكره المساواه ما تبقاش اقل منهم، فكره التباهي بالمظاهر والتركيز عليها. فدي حاجات ممكن هنقول مش دي الحداقه، ولكن دي بنتكلم بقى ان انا دخلت في اطار ناس بتهتم. انا ما بتكلمش الحداقه دي صفه فيها، انا بتكلم العيله كلها فيها صفات صعبه، وبتكلم الاهتمام بالمظاهر اكتر من الجوهر. كل حاجه يا جماعه بالمعقول. يعني انا مش بقول لك ان انت لما تروح تاخد واحده لازم تتكلم انها مش عايزه شقه ومش عايزه شبكه ومش عايزه ومش عايزه ومش عايزه كده تمام، ولو طلبت لا، كل حاجه بالمعقول والمتعارف عليه ونراعي ظروف بعض. انا كبنت بقى، انا شاب والبنت اللي قدامي انا اشوف طريقه تفكيرها، ولا يحكم بموقف واحد ولا يحكم بتعليق واحد، لان اللي بتبقى فيها صفه الحداقه دي هي شامله حاجات كتير جدا. هي على نفسها وعلى اهل بيتها وعليه هو شخصيا وعلى اهله وعلى المجتمع وحتى على المشاهير، وفي مستمريه. فبالتالي هو مش ملاحق. يعني في زوج عند زوجته الصفه الرهيبه دي، هو بيقول لي انا ما فيش موضوع بنفتحه، سياسه، كوره، بيت، اهل، اولاد، الا ما ينقلب الامر ان شفت عندهم كذا واحنا لا، شفت بيعملوا كذا، فهي دي الصفه. تعرف تجيبها بطريقه فهو رهيبة. ده اللي احنا بنقول عليها اللي عندها الصفه دي، النساء اللي عندها الصفه دي. والازمه ان انت تكوني اي واحده بتسمعنا وهي عندها الصفه دي وهي مش حاسه بيها. طب انا اعرف ازاي؟ انا براجع نفسي، براجع تصرفاتي، براجع نظرتي للحياه، براجع نظرتي للشخصيات دي. بشوف هو واحده تقول يعني انا نفسي اتجوز حد مرتاح ماديا، هو انا كده حداقه؟ هو انا نفسي ان انا جوزي اغير الغساله عاديه، اجيب غساله ما اعرفش ايه واجيب ايه، هو انا كده حداقه؟ لا يا جماعه، احنا بنشوف الحاجه اللي مبالغ فيها. زي ما بنقول حتى بعض الصفات الاخرى اللي سيدنا عمر قال فيها الزنانه مش اللي بتيجي تقول انا عايزه محتاجه كذا فدي معناها كده انا لما اطلب من جوزي طلبات البيت يبقى بزن. التكرار وفي كافه الامور. انا بقول لكم دي واحده بيقول كل مواضيع البيت او الحياه حتى السياسه مباشرة بتتقلب لانواع تقصير مني ونظره الاخرين وزوال نعم عند الاخرين. اشمعنى هم عندهم؟ تمام. وعدم رضا لقضاء الله في حاجات كتير. طيب اخيرا استاذه اشجان، ازاي الزوج يقوم زوجته الحداقه، زوجته اللي دائمه الزن على الطلبات، الغير راضيه بعيشتها ودائمه المقارنه بحياه غيرها، يقومها ازاي وبالحسنى برضه؟ هي مشكله الرجاله بالهم قصير. يعني احنا لما نتكلم على الزوجه بندي بقى نصايح وخطوات ومرحله اولى ومرحله ثانيه عليها. والله الستات يعني بالهم طويل، هي ده ربنا خلق كده سبحان الله. الراجل لا، يعني هو عندنا جانبين شكلين للرجاله، اما ان هو بيطنش ويسيبها تهاتي وخير وان شاء الله وربنا يسهل وربنا ييسر ويبقى صامت، او ان هو بيتصادم معاها. انت مش راضيه فبتبقى خناقه وانت اللي مش طموح وانت اللي ما اعرفش ايه وانت. فاحنا المنطقه اللي في النص اللي هي ايه؟ احنا اول حاجه اظهار النعم اللي عندنا. يعني انا بتكلم واحده دلوقتي فانا اقول الحمد لله ربنا عطينا و تاني حاجه ان احنا عايزين نبطل نعمل ده سوا. ما بقولش انت فيكي، الستات ما بتحبش تقول لها انت فيكي فاحنا محتاجين نبطل نبص، ما عنديش تقارني، ما عندناش نقارن، احنا حياتنا فيها وفيها وفيها، وبنحط بقى قواعد. لما تلاقي نفسك كده نستغفر ربنا، لما بنلاقي نفسنا كده نهذب ونبدا نستعين بحاجات تانية اللي هي ايه؟ اللي هي فيديوهات عن استشعار النعم، فيديوهات عن الرضا، فيديوهات عن الزوجه الحداقه، بحيث ان انا بقول لها الحقيقي شفت ده
ان شاء الله مش احنا نتكلم بالجمع، ما اتكلمش بالمفرد ان انت. تمام. فعلى قد ما بتقدر بتغير. وزي ما بقول لك زي ما بنتكلم في اي صفه تانية ان احنا بنشوف المستوى واصل لايه، لان احنا واحنا مش واخدين بالنا بنكبر حاجات. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى هي كان عندها الامر بسيط وزاد من وقت فراغ، زاد بعدم الاهتمام بالتربيه، عدم الاحتواء، رد فعلك الشديد عليها تمام. فبالتالي ده عمل نقمه، عدم وجود الامور يعني احنا لما نقول تعالى نصلي ركعتين سوا بالليل، فانا لما هصلي هرضى وهدعي دعوتين، هل دي الصبح هتقول تمام. كذا؟ الدنيا هتتهذب. فالطاعه والدعاء والتهذيب والكلام بصيغه الجمع بتفرق جدا. تمام جدا. بشكرك في النهايه استاذه اشجان يحيى، خبيره العلاقات الاسريه والزوجيه، على وجودك معانا، معانا، شرفتينا ونورتينا. طبعا شكر موصول لكل متابعين قناه فليفرحوا. ربنا يجعلنا دائما من الراضين بحياتنا وما ننظرش ابدا لحياه غيرنا، ويجعل الدنيا في ايدينا ولا يجعلها في قلوبنا. انتهت حلقتنا النهارده، نشوفكم باذن الله تعالى في حلقه جديده. السلام عليكم.